جاني واحد من الزملاء جاني إلى مكتبي يقول يا أخي أنا صار لي موقف عجيب. يقول ما أدري هو قرأ علي إيش قال. يقول أنا حريص، يقول أنا والله العظيم حريص، بس ما أدري، حتى قال لي هذه الكلمة، قال يا أخي ما أدري هو قرأ علي اللي في التلفون ولا إيش سوابي. قلت إيش؟ قال يا أخي دق علي واحد وكمشي معاه جاك الكود. قال أيوه. كم رقم الكود؟ الناس الدنيا هذه أسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا، قولوا آمين. هذا الرجل سحروه أبناءه، الرجل ثري أعطاه الله مال بمئات الملايين، والواقعة يعني أعرفها جيدا. الرجل سبحان الله يعني ما عاد معطي الأموال هذا، وبدوا أولاده يتصرفون، واحد من أبنائه يتصرف في هذا المال وهو زي الغيبوبة ما هو داري عن السالفة. ثم سبحان الله أحد الأخوات يعني أحد بناته، شوف البنات سبحان الله، شكت في أبوها. يا أبوي أنت يعني شو نقول لكم شيء غريب، يا أبوي أنت ليش ما تروح الشركة؟ ليش ما تروح؟ قال كيف أروح؟ شوفي الأمطار. البنت تطالع ما في مطر. يا أبوي ما في مطر. قال أنت صاحية؟ شوفي الأمطار، في أمطار الله يصلحك، تبغين أطلع في هذا الأمطار؟ وكل ما جاء اليوم الثاني يا أبوي أنت رحت الشركة؟ ما رحت الشركة. قال أيوة رحت. بدأت البنت تشك أنه أبوها إيش؟ أنه ما هو في وعيه، وأبوها باقي نشيط يعني. ودوه عند أحد الرقاة وبدأ يقرأ عليه. هذه من أعجب الأمور اللي مرت علي، أقولها لكم بصراحة. ويتمتم يعني الشخص يصرع ويقول بهذا النفض، بهذا كذا سبحان الله. قرئ عليه هذه الآية: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، إلا الرجل يتكلم، ما هو اللي فيه العارض اللي فيه، الرجل يتكلم. قال فين أنا؟ الرجل كان مغيب ولا يدري عن، ثم تفاجؤوا إنه مختم على موقع وكالة، وأنه فيه مبالغ صرفت، وأنه في أمور. فلذلك نسأل الله عز وجل العافية. اليوم جاني واحد، اليوم أكلمكم، جاني واحد من الزملاء جاني إلى مكتبي يقول يا أخي أنا صار لي موقف عجيب. يقول ما أدري هو قرأ علي إيش قال. يقول أنا حريص، يقول أنا والله العظيم حريص، بس ما أدري، حتى قال لي هذه الكلمة، قال يا أخي ما أدري هو قرأ علي اللي في التلفون ولا إيش سوابي. قلت إيش؟ قال يا أخي دق علي واحد وكمشي معاه جاك الكود. قال أيوه. كم رقم الكود؟ ويعطيه رقم الكود. روح إلى النفاذ. كم رقم النفاذ؟ قال 19. يقول ما حسيت بنفسي إلا جنبي زوجتي. يقول والله وأنطلق واجد ما أدري كم سحب من رأس مالي. انتبهوا، إذا دق عليك واحد قال لك ما أدري إيش، قفلي السماعة، قفلي نفس أخوي. نعم، هو كلام لي اليوم صراحة والعهد عليه. يقول والله كأنه قرأ علي، ما أدري إيش، استسلمت وأعطيه جميع المعلومات اللي عندي. أعطيته رقم الكود وقال لي يلا تدخل على النفاذ، كم الرقم اللي عندك في النفاذ؟ ويقول أعطيه رقم النفاذ عندي. ومشى الرجل وجالس يسحب وجالس يسوي اللي يريد. نعم، زي حتى أنا. شوف واحدة تقول حتى أنا. انتبهوا من هؤلاء، قد يعمل لك شيء، قد يعني أنا أيضا واحد من الزملاء قديما يقول والله ركبت مع واحد يوصل حق مشاوير، يقول ما حسيت بنفسي إلا أنا وداخل بيتي أطالع في محفظتي ما فيها دراهم. يقول أنا تذكرت زي الحلم أنه طلب مني فلوس وطلعت له جميع الفلوس اللي عندي في المحفظة. وهذا أنا أقول لكم السند، أقول لكم أصدقاء لي يعني كنت أعمل واحد هذا اليوم، وهذا صراحة قديما عملت معه. يقول حتى للزملاء، يقول والله يوم دخلت بيتي
يقول تذكرت زي الحلم، أطالع في محفظة، يقول كان عندي في المحفظة زمان كنا نحط دائما الفلوس، الآن الحمد لله بطايق. يقول زمان كان واحد يحط في محفظة 2000 3000 ريال إذا نزل السوق. يقول أطالع في محفظتي ولا فيها ولا ريال. يقول أنا زي الحلم، أذكر أنه قال أعطني الفلوس، يقول سلمت له الفلوس زي الحلم. فلذلك تعوذوا من الشيطان. نعم، إذا أحد دق عليك لا تعطينا، لا تستسلمين وتعطينا شيء. إذا أي نعم قد يسحرون قد يكون سحر، الله أعلم، أنا ما أدري ما أعلم، قد يحصل هذا الشيء. تفضل يا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا رأيت اليوم، أنا على رقية، ورأيت اليوم كأنه أنا والوالدة بالمستشفى، وكأني أنا والدة والوالدة بعد والدة. بعدين شفت الوالدة دخلوا علي الدكاترة كذا، قلت لهم أنا وين ولدي؟ قالوا لي أنت جبتي ولد. قلت أنا وش جبت؟ قالوا جبتي ولد لكن توفى، والوالدة جابت بنت. كأن الوالدة حنت علي، كأنها تبي تعطيني البنت اللي هي أختي يعني، وأنا في خاطري أقول ليتهم وتعطيني إياها في نفسي. جتني ممرضة وعطتني البنت، لكن البنت كأنها يعني مليانة شوي وكأنها كبيرة شوي، وشعرها لين تحت إذنها ولها غرة، وناظر في شعرها أقول ما شاء الله شعرها كثير، وبنفس الوقت له ناعم وله خشن متوسط يعني، وناظر فيها يعني وتأمل وانتهى الحلم. أنت تبحثين عن حمل ولا إيش؟ أنا عندي الحيض منقطع له فترة. أيوة، أنت عندك مشكلة في الأرحام، بس هذه الرؤية تبشرك. كم هذه الرؤية تبشرك بحول الله وقوته. صدقت هذه الرؤية، سيكون هذه بوادر شفاء. كم لك أنت؟ كم عمرك؟ عمري 34. أي نعم. وكم لك هي منقطعة؟ من يوم أن جبت ولدي أنا من 4 سنوات ونص تقريبا. خلاص الرؤية. وكم لك على الرقية؟ أنا لي 2 شهر الآن. أيوة. طيب وش تحسين؟ والله أمس حاولت أزيد، أمس قرأت رقيتي وزدت عليها الصافات. والله يا شيخ مرت علي الليلة متعبة، ألم في وسط رأسي، والألم موجود أصلا حتى بدون رقية يجيني ألم، هذا يتفاوت يعني. لكن أمس صراحة كان متعب لدرجة إني أقول خلاص بروح المستشفى ما أقدر أتحمل، لكني حاولت إني أمسك نفسي شوي، وهذا تدريجيا. طيب أنا أنصحك، أنت على البقرة والصافات ولا إيش؟ لا والله أنا على رقية العين والحسد طيب خلاص، اللي يسوي اللي أنا أنصحك إما بالبقرة والصافات، أو قد والله أعلم قد تستفيدين أيضا من مسألة الرقية الختمة. أنت عندك مشاكل ترى في الأرحام، هو اللي سبب لك حتى مشكلة عدم يعني حتى تبغين تحملين أكيد، صح ولا لا؟ أي خلاص. بس إني أنا طيب الرؤية إيش تدل عليه يعني؟ هذا فرج، والذي يظهر لي والله أعلم قد يكون أنت تعرضتي لسحر في الأرحام أو مشكلة في الأرحام، لكن هذا فرج. ما عندنا، إحنا ما عندنا يعني سحر في العائلة وكذا الحمد لله ملتزمين يعني، لكن ممكن حسد أو عين أو مس. الجان يسحر، تدرين ولا ما تعرفين؟ إيه أدري. خلاص، بعضكم يقول نعم الحمد لله الأسرة محافظة ما أدري إيش، ترى الجن يسحر، تدرون ولا لازم تعرفون؟ طيب هل هي مبشرة إن شاء الله يعني؟ قلت لك وأنا أخوك، قلت لك هذه الرؤيا تبشرك بحول الله وقوته، فرج لك عندك مشكلة في الأرحام، بل أن الرؤيا إن صدقت هذه الرؤيا توهم الناس. كيف أوهمت؟ توهم الناس، كيف أوهم بإيش؟ طيب أنا يا أخي بعضهم كيف أوهم؟ أنا بسألك سؤال، ما هو انقطع عندك العذر الشرعي؟ أيوة. طيب رحتي الطبيبة ولا ما رحتي الطبيبة؟ والله العظيم رحت، درشنا قالت لي أنا بقفل الملف ما أدري وش فيك كذا. خلاص. ترى على فكرة عشان تكونوا على بينة، ترى الذي ينكر السحر والعين ترى هذا عنده مشكلة، والذي ينكر الجن هذا عنده مشكلة في العقيدة. هذا مشكلة في العقيدة. أنت عليك بالرقية، أنا أخذت عليك شيء عشان يقول تستغل، أخذت عليك قلت لك أولي لي ولا شيء أبدا. سبحان الله يا أخي. لكن يا شيخ أنت برضو فسرت لي قبل، قلت لي إن شاء الله بتنزل معك، بينزل إن شاء الله الحيض معك. قلت لك مرة إنه أنا تحلمت إني قاعدة على مركب وإني كأني عمياء،
بعدين فجأة كأني يرجع لي النور تدريجيا. خلاص ابشري بالخير ايضا، ابشري، انا مستبشر لك. انت ما تحسين الام الحيض؟ لا والله، يعني أحيانا إذا رقيت أحس كأن في شيء نبض خفيف، طيب يعني خفيف مرة. انا اقول لك ان صدقت هذه الرؤيا فرج، وتواتر الرؤيا دليل على ايش؟ فرج بإذن الله. على فرج. طيب. وعلى نعم، والذي يظهر لي حتى الامر صدقة الرؤيا باذن الله ستحملين، بحول الله وقوته ستحملين. طيب يا شيخ، أنا عندي برضه استفسار بخصوص رقية الصافات والبقرة. أنا ما عرفت الطريقة. هل أنا أشرب الموية الآن؟ أنا اللي فهمتها إنه أحط طشت وأحط ملح خشن كوبين وأحط رجلي فيه أقرأ سورة البقرة والصافات، يعني كل 50 يعني لين أوصل 50 وأنفث لين أنتهي من البقرة. صحيح. إذا خلصت أغتسل بالموية الملح والموية. لا ها، انك تقرأين البقرة كل 50 آية تنفثين، عندك دبة موية الآن، خلاص. هذه ولا الكبيرة؟ هذه موية نظيفة، نظيفة، خلاص. الأمر الثاني، عندك الله يكرمنا وياك أقدامك في طشت وفيه موية وملح. هذه موية متسخة لأنها أصلا في أقدامك، الله يكرمنا وياك، صح، يكرم الحاضرين. كل 50 آية تنفثين على الدبة الموجودة عندك. هذه دبة كبيرة، هذه عندك دبة الآن هنا، الحين عندك دبة، صح؟ تقرأ 5 لتر يا شيخ؟ أيوة. لا ما هو 5 لتر، أبو ريالين. شوف أبو ريالين، نستخدم أبو ريالين، خلاص. أيوة. اليوم إيش اليوم الاثنين. ركزوا معي. قرأت البقرة والصافات، جهزتي نفسك، كل 50 آية تنفثين أقدامك في الطشت اللي فيه الملح. كل ما خلصتي على نفسك وعلى الماء اللي تحت. كل 50 آية مثلا خلصتي 50 آية، بعدها بتصير كم؟ 100. بعدها 50 آية بيصير كم؟ 150. حتى تخلصين سورة البقرة، ثم تفتحين المصحف وتقرأين سورة ايش؟ الصافات. تقرأين الصافات مرة واحدة وتنفثين على نفسك وعلى هذا الماء. أيوة. الموية اللي في أقدامك، خلاص. أيوة. وش تسوين؟ تروحين تغتسلين من هذا الماء تتضلعين منه لأنه نقي، أبو ريالين. أيوة. تشربين منه وتخلين منه جزء، تتوضئين منه بعدين قبل ما تنامين. أيوة. اليوم الثلاثاء، اليوم الاثنين سويت برنامج البقرة والصافات. البقرة سويتها اليوم ايش؟ الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، ترجعين الخميس تسوين ايش؟ البقرة. طيب المويه والملح اللي حطيت رجولي فيها الآن أغتسل بها؟ ايوه تغتسلين بها. ليش؟ وشعري كله يعني ولا بس؟ ما هو شرط الشعر، ما هو شرط. اهم شيء تغتسلين. انا عشان اتعب فيني صداع في راسي يجيني. اذا عندك انت صداع، اذا عندك صداع وما عندك مشكله مع الملح في الراس استخدميها. عندك مشكله فاغسلي سائر جسدك واستخدمي الصبخه. اليوم اللي بعده ركزي معي، اليوم اللي بعده يعني يوم الثلاثاء وش تسوي؟ فقط الصافات، وتنفثين على دبة فقط، وتشربين وتتوضئين منها. يعني البقرة دقيقة يا أختي، أنت سألتيني وتقاطعيني. طب خليني أخلص وأنا أخوك عشان تفهميني. يعني الآن البقرة كل 3 أيام، يعني في الأسبوع مرتين البقرة. الصافات يوميا معكم، بس إيش تسوين في الصافات؟ تنفثين على ماء، على دبة، تشربين منها وتتوضئين وتنفثين على نفسك. الصداع قلت لك عليكي بإيش؟ بصبخة الصدر. خلاص وأنا أخوكي. طيب صبخة الصدر هذه أعجنها من موية البقرة عادي والصافات؟ اللي تريدين تعجنينها بما أردتي. أنا قلت أهم شيء أنكم إذا أنت سواء بماء مقري أو غير مقري، لكن إذا وضعتيها على رأسك تكثرين من قراءة من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وآية الكرسي، وإيش، وآية الكرسي والطارق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل في وقت معين، وقت محدد يعني؟ والله أنا أفضل إنه يكون الرقية، بس بعضكم يقول ما أقدر يا شيخ. أنا أفضل صراحة أن تكون الرقية قبل زوال الشمس، قبل غروب الشمس. أنا أفضل يعني بين العصر والمغرب. ما أستطيع أي وقت تشائين. طيب أقصد بالأيام، كم الكورس هذا كم مدته؟ لين أشفى يعني ولا له وقت معين؟ 21 يوم. أنا أتوقع أنك أنت بتبدين تعرفين المشكلة اللي عندك، لكن ليس شرطا 21 يوم. استخدم البرنامج
حتى يشفيك الله عز وجل، حتى يشفيك الله عز وجل. نعم. والأخت اللي قلت لكم أنا ودي والله موجودة الأخت، أو إنها مستحية، اللي بشرتنا تروها استخدمت، تقول سبحان الله، تقول حتى أخذت المجهري، هذا يسمونه التلقيح المجهري ولا إيش يسمونه أنتم نسوان؟ أيوة. تقول والله يمكن سويته 3 مرات يا شيخ، والله إني حملت طبيعي مع البقرة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إيش؟ البقرة والصافات. نعم. طيب يا شيخ معلش، الصفات مرة واحدة بس أقراها في اليوم يعني، ولا أكررها في الدبة يوم أقرأ؟ كيف تكررينها؟ تقرأينها مرة واحدة. شفت إني كنت تقاطعيني تقرأينها خلاص. البقرة كل 3 أيام، الصافات يوميا تقرأينها مرة واحدة، ما في تكرار. تمام، يعطيك العافية.